أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سايب أثر. في حلقة النهاردة هنفتح موضوع بيواجهه كتير مننا، بس قليل اللي بيحبوا يعترفوا بيه بصراحة، وهو الخوف من الفشل. الإحساس اللي بيوقفنا عن تحقيق أحلامنا وبيخلينا نفضل واقفين مكاننا من غير حتى ما نحاول. ليه بنخاف نغلط؟ ليه بنخاف نجرب؟ هل الخوف ده وسيلة حماية ولا سجن بنحبس نفسنا فيه؟ لو حسيت قبل كده إن الخوف من الفشل سيطر عليك، يبقى الحلقة دي ليك، وهتلاقي فيها أثر يخليك تغير نظرتك. خلينا نشوف حكاية ياسر. ياسر 27 سنة، شاب طموح، دايما كان بيحلم يفتح مشروعه الخاص، لكن كل مرة بيقرر انه ياخد الخطوة دي بيخاف من الفشل، من النقد، من خسارة فلوسه ووقته. كان يقول لنفسه أنا لو فشلت هخسر كل حاجة. الوقت مر والفرص راحت والندم بدأ يكبر جوه قلبه، بس في يوم قرر يواجه خوفه وبدأ ياخد خطوة صغيرة. اتعلم، جرب، وفشل أكتر من مرة بس ما استسلمش، والنهاردة مشروعه ناجح. وهو مش بس حقق حلمه، لأ، كسب قوة ما كانتش موجودة عنده قبل كده. الخوف من الفشل مش بس شعور، ده حالة نفسية معقدة. بناخد من خوفنا أسباب كتير: الخوف من النقد، الخوف من الإحراج، أو حتى الخوف من فقدان الثقة في نفسنا، وده بيأثر على صحتنا النفسية وبيخلينا نعيش في توتر وقلق دايم، وبنبدأ نشك في قدراتنا. لكن الفرق بين الخوف الطبيعي اللي بيحمينا والخوف المفرط اللي بيوقفنا إن الخوف الحقيقي هو اللي بيخلينا نكون مستعدين، أما الخوف المفرط هو اللي بيخلينا نستسلم من قبل ما نبدأ. أهم حاجة نفهمها إن الفشل مش نهاية الطريق، بل بداية لتعلم كل جديد. كل تجربة حتى لو ما نجحتش بتعلمنا درس جديد وبتقوينا. الخوف من الفشل مش عيب ومش ضعف، العيب إننا نسيبه يمنعنا نعيش ونحلم. كل خطوة صغيرة بتواجه خوفك هي خطوة كبيرة نحو حرية أكبر وأمل جديد. سؤال حلقتنا النهاردة: ايه اكتر حاجة بتخاف تفشل فيها؟ وهل في مرة خسرت فرصة بسبب خوفك؟ شاركنا قصتك او احساسك، لان صوتك مهم وكل كلمة منك بتسيب اثر. كنت معاكم انا بسمة في برنامج سايب اثر، المكان الامن لكل واحد فينا، المكان اللي بيفكرنا دايما ان مهما كانت الظروف وجودنا مهم واثرنا حقيقي. سايب أثر قريب لقلبك. أشوفكم الحلقة الجاية.